كل نهار كتفيق في الصباح وكتقول اليوم غادي نكون منظم، وفجأة كتلقى النهار سالة وانت ما درتي حتى حاجة مهمة. نوقفو هنا شوية، راه المشكل ماشي في الوقت، المشكل فيك وكيفاش كتعامل معاه. خليني نقول لك واحد الحاجة تكون مؤلمة شوية. اغلب الناس ماشي مشكلتهم قلة الوقت، مشكلتهم هو الهروب. كنهربوا من الحاجة اللي خاصها التركيز، كنهربوا من القرارات الصعيبة، كنهربوا من داك الاحساس ديال خاصني نبدل حياتي. وكنسميو هاد الهروب بقلة تنظيم الوقت. دائما كتسول راسك كيفاش ننظم وقتي، ونبشرك صديقي هاد السؤال راه خطأ. السؤال الصحيح هو علاش كنضيع وقتي؟ حيت الوقت ما كيضيعش، حنا اللي كنضيعوه باش ما نواجهوش راسنا. دابا ركز معايا مزيان. تنظيم الوقت ما كيبداش بداك الجدول، كيبدا بفكرة وحدة. كل صباح فيق وسول راسك شنو الحاجة الوحيدة إلا درتها اليوم غادي نحس براسي راضي. وغير وحدة، ماشي 10، ماشي لائحة طويلة. ومن بعد ديرها قبل أي حاجة أخرى، قبل ما تجدك السقفة، قبل من السكرولينغ والسوشيال ميديا، وقبل ما تهرب حتى من المهمة. الا بقيتي كتأجل راه ما كتأجلش مهمة، كتأجل حياتك صديقي. كل نهار كيدوز راه ما كيرجعش. وتنظيم الوقت ماشي انك تكون مشغول، تنظيم الوقت انك تكون صادق مع راسك. وخليني نقول لك واحد الحاجة، دائما وكل امرك الله وما ديرهاش في يديك. الا درتيها في يديك راه غادي تحرقك. وكتب لي في التعليقات شنو هي الحاجه الوحيده اللي خاصك ديرها ولكن دائما كتأجلها. انا غادي نقرا تعليقك، ودائما تفكر راك ماشي غير بوحدك يا صديقي. والى هنا انتهت جرعة الدوبامين، نلتقي في جرعة قادمة ان شاء الله.